بل تطور الأرقام يعكس واقعا اقتصاديا معينا وكيعطينا قراءة معينة للتطور نتاع بلادنا بشكل عام. اليوم كنتحدثوا على التطور تاع المداخل نتاعنا بأكثر من 127 مليار تاع الدرهم خلال هذه السنوات الأخيرة. وهذا التطور نتاع هذه المداخل تعكس، ما يمكنش لياس الضريبة على الشركات تطور هكذا، كيعكس واحد التطور اقتصادي معين اللي كتعرفوا بلادنا. أيضا لما نتحدث على أن المغاربة هم اللي تيأديوا الضرائب أكيد، ولكن راه هاد الضرائب تيأديوها الناس اللي تيربحوا الفلوس، خصهم يأديوها وأداوها وخصهم يأديوها. وتيظهر لي مازال كاين شويه د الهوامش اللي خص فيها شويه تأدية الضرائب باش نضمنوا العداله الضريبيه. ماشي المغربي اللي كتحدثوا على المعاناه نتاعو اللي هو مطالب او هو الذي ادى هذه الضرائب، بل الدوله خصها تاخذ الضرائب. وهذا المسار هذا ما يمكنناش نعزلوه في سنه ماليه ونديروا له قراءه. هو مسار يدخل في المسار التنموي اللي تيقود جلالة الملك نصره الله باش نبعدوا كاع من النقاشات. هذا المسار ما بدا لا البارح ولا 21 ولا في 17. مسار تنموي يقوده جلالة الملك، قد نعود لتفاصيله الدقيقة وتحدثنا عنها في العديد من المناسبات. كانت فيه مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها بلادنا.